كنت عند كلية تجارة في بنها أنا وعمرو، ولقيت عمرو بيشاور لي وبيقول لي كليتي هي سندباد، كنت هنا من 10 سنين فاتوا، وعارف ده معناه إيه؟ قلت له أكيد بقيت محاسب يا عمرو. قال لي لا، كنت باكل كريب من جوستو في الشارع اللي هناك ده، وشاور لي على الشارع اللي قصاد باب الكلية، ولقيته بيعدي الطريق بيقول لي تعالى ورايا، هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان أقدر أستمر على خير، ونمشي ورا عمرو نشوفه رايح فين. مشيت وراه ودخلنا الشارع، وبعد خطوتين لقيت مطعم كريب جوستو على الشمال. وصلت ولفت انتباهي أوراق العروض اللي ملزوقة على الباب دي، واللي بالمناسبة معظمها لطلبة الكليات، ويا بخت الطلبه بجد. بس خليكم معانا لاخر الفيديو علشان في مفاجاه للطلبه وغير الطلبه. دخلنا جوه ولقيت المطعم من جوه شكله حلو ومساحته كبيره نوعا ما، والتصميم كان هادي كده وسيمبل ومبهج بالنسبه لي الصراحه. ولقيت القمر ده معتز ابن صاحب المكان واللي كان عارفنا، وقال لي انا معاكم النهارده. قلت له تمام قشطه يا معتز، تشرف وتنور. المنيو هنا ليه تصميم بشكل كبير وملزوق على الحيطه كده بشكل جميل ومريح. تعالوا بقى نشوف الكريب وهو بيتعمل هنا. الاول طبعا عاوز اقول لكم ان كريب جوستو من اقدم الاماكن اللي عملت كريب في بنها، ويمكن يكون اولهم في التخصص. انا نفسي اتفاجئت ان عمرو كان بياكل هنا ايام الكليه، يعني من 10 سنين تقريبا، وليهم فرع تاني غير فرع كليه التجاره ده في بنها برضه، في المنشيه عند الكرفانات اللي على البحر جنب بار موسى. وبما انهم من زمان قوي كده، فكان زمان الكريب مختلف عن دلوقتي في الاصناف والمكونات. يعني زمان كان بيقتصر على كام نوع ثابتين بمكون واحد او اتنين، ومع مرور الوقت بقى في تطور في الكريب، من اول العجين ولقمه الكريب لحد المكونات اللي بقت ميكسات كتير قوي، غير الاصناف الاساسيه اللي بقت اكتر من الاول برضه، وغير كمان الصوصات اللي ظهرت في الفتره الاخيره وطريقه فينش الكريب. وبما ان جوستو من زمان وعلى قديمه وبيطور من نفسه، فغالبا هنشوف هنا كريبات جديده باسماء واشكال مختلفه. وطبعا انتوا شفتوا الكريب دلوقتي وهو بيتعمل من الالف للياء. تعالوا بقى نشوف طلبنا ايه ونشوف الكلام على ايه. وبما ان الطلعه دي بقى عند عمرو من اختياره، فقال لي طبعا انت يا سندباد بتثق فيا صح؟ هتشوف دلوقتي اخره الثقه دي ايه. ربنا يستر يا عمرو. جت اول حاجه الصوصات وطبق الزيتون، وبالمناسبه الصوصات طلبناها اضافه علشان نعلى بطعم الكريبات ونروق على حالنا. وصلت الكريبات بعد كده وطبق التشيكن فرايز، والكريب ده زياده علشان عمرو بيحب يامن مستقبله، ومعتز دفع اخر 30 جنيه معاه في سندوتش البطاطس السوري اللي بيحبه، وكان طالبه مخصوص لانه بيحب البطاطس، ومشروبين هيلز المصري علشان نبقى نحبس في الاخر. وبسم الله عمرو هيدخل يجرب التشيكن فرايز، طبق بطاطس كبير عليه قطع فراخ كريسبي وصوص الجبنه الشيدر، وسعر الطبق ده كان 45 جنيه. كده راي عمرو معروف يا جماعه من اول الفيديو، لانه زبون هنا من 10 سنين وبيجي كل فتره ياكل كريب هنا، ومعتز كمان ابن صاحب المكان بياكل هنا كل يوم، فرايه معروف وكان متفق مع راي عمرو وبيخليه ياكله. تمام فاضل رايي انا بقى، واقول لكم رايي الشخصي في كل حاجه، وهنبدا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. كان حلو الطبق ده بصراحه، ميكس البطاطس مع قطع الفراخ الكريسبي وصوص الجبنه الشيدر طعمهم كان حلو. بالنسبه لحجم الطبق مقابل سعره، شايف انه تمام ومناسب كاضافه كده جنب الكريب، خصوصا لو انتم اتنين. نرجع بقى لعمرو نلاقيه ماسك كريب وبيقول ده اسمه الاكيل، متسمي على اسمي، وفعلا الكريبه دي متسميه على اسم عمرو يا جماعه. ودي قصه طويله كده هبقى احكي لكم عليها في فيديو تاني، بس بالمختصر كده كلنا عارفين ان عمرو اكيل، فهنصدق قبل ما نعرف القصه. كريب الاكيل كان عباره عن ميكس فراخ، برجر فراخ وبانيه وستريبس وكريسبي وشيش، مع الخس والفلفل والزيتون واضافات جوستو، عليهم وش جبنه من فوق وصوص التيست. سعر الكريب ده كان 100 جنيه، وانا شايف ان بعد الكلام ده كله سعره كده كويس بالنسبه لحجمه والحشو الكتير ده. عاوز فعلا واحد اكيل زي عمرو علشان يخلصه، واللي مش هيقدر عليه ممكن ياخد الاصغر شويه. وبالمناسبه كل كريب هنا موجود بحجمين وسعرين مختلفين، وطبعا الاضافات اختياري حسب السعر. عمرو هيمسي على معتز بحته من الكريب كده علشان كان زعلان اننا مش بنصوره. ونرجع لعمرو تاني ونلاقيه غرقان في صوص الباربيكيو. سعر اضافه اي صوص هنا ب 10 جنيه وب 15 جنيه حسب النوع والحجم. طبق الزيتون المخلل ده ب 5 جنيه بس. عمرو كان طالبه علشان يمزمز الكلام كده ويروق على نفسه. ادخل انا بقى على الكريبايه بتاعتي واللي كانت ميكس لحوم وش جبنه، كان فيه الحشو كفته وسوسيس وسجق مع الهلابينو والزيتون، وكان عليه برده صوص التيست من فوق، وسعره كان 100 جنيه. حجم الكريب كان كبير جدا ومحتاج فعلا ناس اكيله. طعمه كان كويس برده، ومع العلم انا كنت طالبه بدون كاتشب ولا مايونيز ولا خس علشان اقدر اميز اللقمه وطعم المكونات. انا بحب الكريب كده عموما بدون الاضافات دي، وفعلا عجبني. هجرب المايونيز الخارجي، بس الصراحه برده ما جاش معايا سكه وما حبيتهوش، لان مش بفضل المايونيز عموما مع الكريب خالص، سواء خارجي او في الحشو الداخلي. نجيب صوص الجبنه بقى اللي كان تقيل قوي ولازم له معلقه، تحس انك بتاكل جبنه شيدر خام من كتر ما كان الصوص تقيل. هو عاجبني وغالبا هيعجب الناس اللي بتحب الجبن، بس مش عارف هل كل الناس هتحبه بالدسامه دي ولا لا. وصوص التيستي كمان كان تقيل قوي ودسم، مش عارف بقى هل هو كده هنا فعلا ولا متوصيين بينا علشان التصوير. في العموم الصوصات عجبتني علشان كان طعمها كان مركز وتقيل، وطبعا كل حاجه اذواق وكل حاجه هنا حسب الطلب. نبص على معتز نلاقيه ما شاء الله داخل عركه مع الساندوتش بتاعه، وعمرو بيروق عليه ويديله بطاطس زياده. تسلم الله يبارك لك يا عم عمرو، خد بوسه. الكريبايه بقى الاستبن دي اللي عمرو كان طالبها زياده، كان ملهاش اسم لانها لسه جديده، فقلنا نسميه كريب السندباد، بس عمرو اللي هياكل الكريب ده وانا هشاركه في الاخر، ده لو قدرت اخلص الكريب اللي معايا اصلا. دي بقى حاجه كده ميكس لحوم مع فراخ وكريب عملاق الصراحه ومليان حشو، وسعر الكريب ده كان 85 جنيه، وعمرو كان هيخلص عليه بألف هنا يا عمور. رجعت بقى اجرب اخر صوص الباربيكيو
الباربيكيو اللي بحبه كده كده. وبصراحه الكريب كان حلو قوي وعجبني وخلصته بالعافيه. عمرو بألف هنا خلص واحد وما قدرش على التاني وكان عاجبه الكلام على الاخر. والمفاجاه بقى اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو هو ان مستر محمد صاحب المكان عامل عرض على الكريبات، وهي ان اي كريب كريسبي ب 40 جنيه بدل 50، وكريب فارم ب 30 جنيه بدل 40، وساندوتش الفارم السوري زي اللي كان مع معتز ب 25 جنيه بس، واي كريب ميكس فراخ او لحوم ب 60 جنيه بدل 75 جنيه. العرض ده لمده اسبوع واحد يوميا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 6 بالليل. وفي النهايه بقى اللي جرب كريب جوستو يقول لنا رايه، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برده رايه في تعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. وبس كده، في الاخر وقفنا نشرب هيلز انا وعم معتز. كان راجل الازازه بتاعتي لحد ما فارت، ولما سالناه انكر وقال ماليش فيه، هي اللي وقعت لوحدها. وهات شويه يا عم عمرو، انتوا ناسيني ليه؟ انا معاكم من الاول يا عم. فعمرو اداله شويه وقال له بألف هنا يا حبيبي، والحمد لله التجربه كانت حلوه وعجبتنا. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.